ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ الوقت ده بقى الملوخية فيه بتبقى حلوة ورخيصة جدا، وده الوقت اللي بنخزن فيه الملوخية. انا بخزنها بتقعد معايا من السنة للسنة وهي بتبقى خضرة قوي كده. تعالوا اقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. هنا جبت الملوخية الكمية اللي انت تحبيها، ونختار اللي هي عروقها قصيرة يا بنات مش طويلة، وقرطفها يا بنات ونسيب فيها جزء من العروق كده عشان تديها تسكيرة وعرق حلو للملوخية، واغسلها وانشفها كويس قوي. وهنا كنت مجهزة حلة فيها مية بتغلي، ومجهزة كمان طبق فيه تلج ومية، ومجهزة مصفى عشان خاطر أصفي فيها. حطيت معلقة بيكربونات في المية اللي بتغلي يا بنات، بس كده. وأنزل بقى بالملوخية اللي أنا منشفاها كويس أوي، غسلاها كويس ومنشفاها كويس جدا أهو بالشكل ده يا بنات. أحط كمية كده حلوة، ويا دوبك ثواني، أنا مش هقطع خالص الوقت، يعني أنا معاكو ثانية بثانية أهو بالشكل ده. بس كده، انا مش هسلقها يا بنات، انا بس بخليها تحتفظ باللون بتاعها اهو كده. هطلع اهو بالشكل ده. واخليها بقى في المية لغاية ما تسقع عشان نوقف السوا بتاعها اهو. بقلبها بالشكل ده. خلاص لقيتها سقعت، هطلعها بقى اهو في المصفى اللي انا مجهزاها. وهكرر نفس اللي عملته ده تاني اهو بالشكل ده. برضه اهو اقلبها ثانية واطلعها. يعني هي خدت يعني ما خدتش 3-4 ثواني يا بنات، بس بتقلبيها تقليبة صغيرة. اكرر تاني نفس العملية، مفيش اسهل من كده، مش هتاخد في ايديكي ثواني وهتبقي خزنتي ومليتي البيت ملوخية. في اي وقت هتطلعي وهتعملي. انا بقول لكم بردت خالص، وهنا حسيت ان المية سخنت مني، فهزود تلج تاني. بصوا يا بنات، هنا انا بزود تلج تاني. بجد دي من اسهل الطرق اللي تفرزي بيها الملوخية. انا بقالي 4 سنين بعملها، وبتقعد معايا بالسنة، لونها اخضر زي ما هي وجميلة. يعني عن تجربة، طريقة ناجحة جدا جدا. انا عملت جزء قبل كده، وده تاني جزء اعمله السنة دي. يعني انا بعمله على مراحل عشان ده بيبقى كتير عليا. فانتي برضو اعمليه كده، والله قادرة تعملي الكمية بتاعتك كلها مرة واحدة تبقى حلوة قوي، تبقي وفرتي كتير يعني. لكن انا بعمل كمية على قدي يعني. بصوا هنا انا بوريكم ان انا زودت تلج تاني او اكرر نفسه. شايفين يا بنات انا سايبه فيه عروق بسيطه قوي عشان بتدي تسكيره حلوه. شايفينها؟ يعني مش بقرطف الورقه لوحدها كده يا بنات، باخد معاها العرق الرفيع اللي فيها. هخلص بقى الكميه وارجع تاني اهو. انا كده خلصت. بصوا يا بنات، دي الميه اللي انا كنت حاطه فيها التلج. بصوا بتنزل اللون، وبتنزل كمان الفوائد بتاعه الملوخيه فيها. بجيب بقى الكب او الخلاط، واحط بقى الملوخيه، بس ما تكتريهاش فيها علشان خاطر ما تنعمش معاكي قوي. نحط كميه كميه، يعني انا حطيت نص الكبه كده، وهحط كوبايه من ميه
الشطف بتاعت الملوخية، المية الساقعة اللي هي المتلجة. بصوا بعد ما ضربتها يا بنات، شايفين قوامها عامل ازاي؟ لو انت عايزة تخفيها شوية تاني صغيرين براحتك، بس انا ببقى شايفاها كده حلوة قوي. احنا بعد كده بنخفها طبعا شوربة براحتنا. بتقسميها بقى في الكياس حسب انتي طلبك ايه انتي والولاد. انا عملتها في اكياس كده صغيرة على قدي. شايفين الخضار؟ انا بقرب لكم كويس اهو للكاميرا. بس وبقفل بقى الكياس بالطريقة اللي تحبك، عايزة تربطي الكيس، عايزة تحطيه بالطريقة ديت براحتك. يا بنات كرر تاني نفس الحكاية. حط كوباية المية، وانا كده يعتبر خلصت الكمية كلها. شايفين الخضار يا بنات؟ اعملوها بالطريقة ديت ومش هتندموا. طريقة ما فيهاش اي افتكاسة وسهلة جدا. هخلص بقى باقي الكمية بالشكل ده وهرجع لكم تاني. شايفين يا بنات؟ دول 4 كيلو ملوخية، عملوا لنا كام أكلة حلوين جدا، وأنا كنت عاملة قدهم تاني ولسه هعمل تاني. وبألف هنا.